تعالوا نتعلم أشهر الفريزل verbs المستخدمة في اللغة الإنجليزية الحلقة التانية. لو مشوفتش الحلقة الأولى هسيبها لك دلوقتي حالا في علامة الآي، تقدر إن أنت تشوفها علشان يكون عندك كل الفريزل verbs. وهنتعلم النهاردة مجموعة جديدة من أشهر الفريزل verbs المستخدمة في اللغة الإنجليزية، وهتكون يعني سهلة وبسيطة جدا جدا. وكمراجعة سريعة، إيه هو الفريزل verb؟ الفريزل verb هو ببساطة الفعل اللي بيبقى وراه preposition أو حرف جر وبيتغير معناه تماما. زي مثلا لما قلنا فعل look up. look up يعني تبحث عن كلمة في القاموس. لو انت مش عارف معنى كلمة في القاموس تقدر ان انت تبحث عنها وتقول فعل look up. بالتالي احنا حاطين preposition up فغير معنى الفعل تماما. تعالوا النهاردة نتعلم مجموعة جديدة من الفريزل verbs، وهيكون طبعا عليها examples وشرح بسيط جدا جدا. يلا نبدأ. وأول فعل معايا النهاردة هو go on. go on يعني استمر. For example, go on and keep talking. go on and keep talking يعني كمل كده واستمر وكمل كلامك. تاني فعل grow up. grow up. grow up يعني ينشأ أو يتربى في مكان. For example, she grew up in London. she grew up in London يعني هي اتربت في لندن. فاصل سريع، هفكركم لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان واعملوا لايك بليز للفيديو ده، ويلا نكمل. تالت فعل معايا في حلقة النهاردة هو look after. look after. look after يعني يعتني بيه. For example, she's looking after her parents. she's looking after her parents يعني هي بتعتني بأهلها. رابع فعل معايا النهاردة هو look for. look for يعني يبحث عن. For example, I'm looking for a new house. I'm looking for a new house يعني أنا ببحث عن بيت جديد. يلا اكتبوا لي أمثلة دلوقتي حالا طول ما انتوا معايا في الحلقة كده، وخليكوا أكتب على طول. الفعل رقم 5 معايا وهو look forward to. look forward to يعني يتطلع إلى. For example, I'm looking forward to hearing from you. I'm looking forward to hearing from you يعني أنا بتطلع إن أنا أسمع منك. وخليني أقول لكم تip سريعة على فعل look forward to. بيجي بعدها دايما بعد to بيجي بعدها الفعل gerund اللي هو الفعل معاه ing أو الnoun. ما تنسوش دي مشهورة جدا جدا. والفعل رقم 6 معانا وهو look out. look out يعني ينتبه. For example, look out you may fall down. look out you may fall down يعني انتبه وخلي بالك انت ممكن تقع. الفعل رقم 7 معايا النهاردة هو pick up. pick up يعني يلتقط. For example, pick up those bags. pick up those bags يعني التقط أو شيل الشنط دي. والفعل رقم 8 في حلقتنا النهاردة هو put away. put away يعني يحفظ. For example, the boy put away his toys. the boy put away his toys يعني الولد حفظ أو يعني شال وحفظ الألعاب بتاعته. والفعل رقم 9 معايا النهاردة وهو run into. run into يعني تلتقي أو تقابل حد بالصدفة. For example, I ran into my cousin today. I ran into my cousin today يعني أنا قابلت الكازن بتاعي أو قريبي بالصدفة النهاردة. وآخر فعلين معايا وهم عكس بعض switch on switch off. switch on يعني يشغل، و switch off اللي هي عكسها معناها يطفي. switch on for example, can you switch on the lights. can you switch on the lights يعني ممكن تشغل النور. وعكسها can you switch off the TV. can you switch off the TV يعني ممكن تقفل التلفزيون. وبكده نكون اتعلمنا مجموعة جديدة من أشهر الفريزل verbs المستخدمة في اللغة الإنجليزية، وأكيد هتفيدكم بشكل كبير جدا جدا. هستنى دايما الأمثلة بتاعتكم وتطبيقاتكم، ودايما كمان اكتبوا لي أي اقتراحات انتوا حابين تشوفوها عندي هنا على القناة، وإن شاء الله أوفرها لكم. لو عجبكم الفيديو ده متنساش لايك بليز للفيديو، ولو لسه مشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج فاشترك دلوقتي حالا وفعلوا الجرس كمان، واشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.